صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام فليترجم هذا إلى أعمال. واحد يقول يا نحب النبي عليه الصلاة والسلام وهو مهاجر للمسجد، لا يمكن أن يتفق هذا. واحد يحب النبي عليه الصلاة والسلام وهو ينساه العام كله، لا يقبل. واحد يقول يا نحب النبي عليه الصلاة والسلام والصور التي تملأ مقاله صور فنانين وناس منحرفين وربما من غير دينهم، يعني كل هذا لا يتفق. لذلك أخشى ما أخشاه وبهذا أختم أن يقال لبعضنا نعوذ بالله يوم القيامة من يقول يا رسول الله احنا من أمتك، احنا نتكلم اللغة العربية، أسمعنا من أسماك. يقول لهم هذا أمتي. يدخلوا واحد الناس يقولوا له يا رسول الله لا تدري ماذا أحدث بعدك، تعرف غيروا بدلوا مش كما خليتهم. ثم يقول سحقا سحقا بعدا بعدا، وهذا هو الخاسر. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة على خير عباده الذين اصطفى، سيدنا وقائدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أخواتي في الله، إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم جميعا كما رحبت الأخت، ونشكر لكم هذا الحضور كالعادة المتألق، فشكر الله لكم وجعل الله هذه الساعات في ميزان حسنات إن شاء الله عز وجل. ها هي دي جمعية علماء المسلمين الجزائريين ممثلة في فرعها بالمركز الجامعي ومن نافذة مصلاها بالحي الجامعي برمادية 2. كما عودتكم بإحياء هذه المناسبة العظيمة، تحيي مناسبة المولد النبوي الشريف، وهي مناسبة عزيزة على قلب كل مسلم ولا شك. اعتدنا أن نبدأ هذه بالتكبير، ولكن اليوم سأخرج عن العادة إن شاء الله. نبدأ جميعا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، فنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. 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 شكر الله لكم وبارك الله بكم. نعقب مجلسنا هذا بالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل العظيم الذي لم تعرف ولم تعرف البشرية جمعاء رجلا مثله، كيف لا، وهو الذي اصطفاه الله عز وجل وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أنا لا أريد أن أطيل، أشكر لكم جميعا هذا الحضور، ولكنني أذكركم بحديثين اثنين من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول نجعله إن شاء الله عز وجل في جلستنا هذه، ومن خلال ما سيقال أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها في يوم من الأيام وهي تخيط في ثوب من الثياب إذ بالمخيط يسقط من يدها. سقط المخيط فانطفأ السراج ولم تجد المخيط حتى دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه المنير، فرأت المخيط بنور وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن علي بن أبي طالب
كأن الشمس تجري في وجهه صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله بأبي وأمي أنت، والله ما وجدت المخيط إلا بنور وجهك. فقال يا عائشة الويل لمن لم يرني يوم القيامة. قالت يا رسول الله ومن لا يراك يوم القيامة؟ قال كل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. صلى الله عليه وسلم. الإسلام ديننا والمرء من غير دينه لا يصلح في الكون شيء. لغتي العربية لا تلومني فيها هواه، أنا لا أهوى سواه. وطني الجزائر وطني في عيني أحلى وطني في قلبي أغلى القديم الباري، ثم صلاته على المختار وبعدها كسيرة الرسول منظومة موجزة الفصول، مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل، لكنها المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره، ووافق 20 من نيسان وقبله حين أبيه حان، وبعد عامين غدا فطيبا جاءت به مرضعه سليما، حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت، وبعد شهرين انشقاق بطنه، وقيل بعد 4 من سنه، وبعد 6 مع شهر جائي وفاة أمه على الأبواء، وجده للأب عبد المطلب بعد 8 مات من غير كذب، ثم أبو طالب العم كفر خدمته ثم إلى الشام رحل، وذاك بعد عام 12 وكان من أمر بحيرة ما اشتهر، وصار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 زينة الدنيا وبهجتها فاضت على الناس والدنيا أطيارها، محمد رحمة الرحمن نفحته، محمد كم حلا في اللفظ معناه، المصطفى المجتبي المحمود سيرته، حبيب ربك يهوانا ونهواه، نور الوجود ووافي بالعهود سما، لولاه ما ازدانت الأكوان لولاه، فجر الآنام ومصباح الظلام، ومن أدناه خالقه ومن نجاه، سلم يتيم قريش عن مواقفه، كم قاوم الشرك فردا كم تحداه، طفلا يتيما نسى الدنيا وأنقذها من الضلال فلا مالا ولا جاه، طفلا يتيم أتى الدنيا وحررها من الجحود وكان الملهم الله، يهدي إلى الرشد والأيام شاهدة ما خاب في جو الواحد بن عاشر مبتدئا باسم الإله القادر، الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا، صلي وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والمقتدي، وبعد فالعون من الله المجيد في نظم أبيات للأمي تفيد، في عقد الأشعار وفقه مالك، وفي طريقة الجنيد السالك، مقدمة لكتاب العقائد معينة لقارئها على المراد، حكمنا العقلي قضية بلا وضع على عادة جلا، أقسام المقتضى والحصر تمس، وهي الوجوب والاستحالة الجواز، جائز ما قبل الأمرين سن للضرر الأباء تاعكم يفتخروا بكم، تكونوا نتوما قدوة، صعب جدا نتوما تكونوا قدوة للمجتمع، خاطش علاه كي نتوما تكونوا متربيات متحجبات على صلة مع الله تعالى، يا تصلوا، يا هذا كي تولي
الله كما بدأناها بالصلاة على رسول الله نختمها قبل الدعاء بالصلاة على وبالصيغة التي اقترحتها 10 مرات. خلاص؟ صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى